واستكمالا للحديث عن مظالم الفن النجوم المنسيين، هنتكلم بقى عن فنان رائع جدا كتير ما يعرفوش اسمه، يعرفوه بس بالشكل، هو الفنان منسي فهمي. هنتعرف على أهم المحطات في حياته وإزاي دخل عالم الفن والسينما، وإيه حكاية حكمه على ابنه بالإعدام لما كان شغال في المحكمة المختلطة، وليه استقال من شغله كقاضي في المحكمة. الفنان منسي فهمي من مواليد 7 أبريل 1890 في إحدى قرى محافظة أسيوط، ينتمي لأسرة ميسورة الحال، اتعلم في أرقى المدارس، فأبوه كان بيوفر كل قرش وبيجتهد في عمله علشان يعلم ابنه تعليم عالي، فقدر يكمل دراسته ويحصل على ليسانس الحقوق، وكان من نوابغ دفعته، وعلشان كده بقى اتعين في القضاء، فقدر بمجهوده انه يبقى قاضي في المحاكم المختلطة. اتجوز منسي فهمي من سيدة من خارج الوسط الفني، انجب منها ولدين هما اسكندر منسي، وهو فنان برضو من مظالم الفن، ان شاء الله برضو هخصص له فيديو ونتكلم عنه. وكان ليه ابن تاني اسمه فهمي، بس ده بقى كان اخلاقه وحشة جدا، كان شخص فاسد ومنحل وغير منضبط، كان متعدد العلاقات النسائية وبيشرب خمرة، فكان ليهم جارة متزوجة عمل معاها ابنه بقى ده علاقة محرمة واتمادى في الامر، فكان بيروح ليها ويقضي معاها وقت لما جوزها يسافر. فالزوجة الخاينة دي بقى اتفقت مع العشيق ان هم يتخلصوا من جوزها ويقتلوه علشان بقى يخلى لهم الجو ومحدش يقرفهم في عيشتهم. بس المفاجأة بقى ان فهمي رفض، يعني كان عنده شيء من الضمير. فالست بقى ما لقتش فايدة منه، راحت متفقة مع ميكانيكي الظاهر بقى كانت مقضياها معاه هو كمان علشان يقتلوا جوزها. فرسموا بقى خطة شيطانية، وهي انها تجيب فهم فندي عندها وتخليه يشرب خمرة لحد ما يسكر. يروح بقى الراجل الميكانيكي ده متصل بجوزها ويقول له مراتك بتخونك، وقال لها تسيب الباب مفتوح. وبالفعل جه الراجل على ملا وشه علشان بقى يشوف مراته الخاينة دي ويظبطها متلبسها، واول ما جه ظبطهم فعلا متلبسين بالجريمة. راح ماسك في فهمي وفضلوا يتخانقوا مع بعض، فجه بقى الميكانيكي ضرب الزوجة على دماغه بآلة حادة، فالراجل وقع على الارض طب ساكت. وراح بقى الميكانيكي ده هربان، واللي لبسها فهمة فندي. فالشرطة جت بقى وألقت القبض على فهمي وتم الحكم عليه بالإعدام. والمفاجأة ان القاضي اللي حكم عليه هو أبوه منسي فهمي، وعمل كده بالرغم انه عارف ان ابنه بريء وما قتلش الراجل. والغريبة انه أصر انه يحضر الإعدام بنفسه، وأصر كمان انه يحكم عليه بالإعدام لان ابنه كان فاسد وأخلاقه سيئة جدا. وبعد تنفيذ حكم الإعدام استقال منسي فندي من سلك القضاء وقعد في البيت حوالي 6 سنين وكان فيهم مكتئب. وبرغم ان نجيب الريحاني كان عارف الحكاية وما فيها، راح له وعرض عليه انه يشتغل معاه في فرقته، وكانت بدايته الفنية مع فرقة الريحاني، فقدم حوالي 50 عمل فني ما بين السينما والمسرح. ومن اشهر اعماله الفنية الشيخ حسن وفاعل خير وقلبي دليلي وسلامة في خير وغيرهم اعمال فنية كتير تقريبا وصلت ل50 عمل. وتوفى منسي فهمي في 5 مايو 1955 عن عمر 65 سنة.